الشيخ عماد مات وهو بيعمل الصح. اللي في الصورة قدامكم ده اسمه الشيخ عماد، إمام مسجد بدر وحراء في الشيخ زايد. كان راجل محترم عمره ما أذى حد. الشيخ عماد كان راجل غيور على دين. كان في شوية عيال بيلعبوا قدام الجامع لوقت متأخر، وقعدوا بيسبوا الدين ويشتموا بعض. وبدل ما العيال يهدوا ويرجعوا عن تصرفاتهم، واحد فيهم قل أدبه على الشيخ عماد وفضل يشتم الشيخ وشتم أمه. وبعدين الولد جري جاب أمه وأخته اللي خرجوا وفضلوا يشتموا فيه برضه دفاعا عن ابنهم من غير ما يفهموا الحكاية. والخناقة كبرت والبلد كلها كانت واقفة بتتفرج. بعض الناس دخلت لاحتواء الموضوع، وبعد ما الدنيا هدت الشيخ قعد على الرصيف والناس بتحاول تهديه. الشيخ رد وقال له: ما انا اتعصبت عشان كان بيسب الدين وبيشتم امه. وفجأة الشيخ وقع على الأرض، وفي أقل من نص ساعة كان مات بسكتة قلبية حادة وارتفاع ضغط الدم. الشيخ مات وسايب وراه زوجة وتلات عيال ملهمش غير ربنا. مات عشان حاول يمنع الغلط، ومحدش احترم سنه ولا مكانته ولا كلمته. مات بسبب سوء التربية وقلة الإيمان في قلوب الأهالي. قبل العيال ادعوا له بالرحمة، ولازما حق الشيخ عماد يرجع.